كشف مدرب المنتخب المغربي عن قائمته التي ستواجه كل من ليبيريا وبوركينا فاسو خلال التوقف الدولي لشهر شتنبر. وعرفت القائمة حضور العديد من الأسماء التي كانت ضمن المنتخب الأولمبي، من بينها أمير ريتشاردسون، إسماعيل الصباري وبنجامين بوشواري. ومن جهة أخرى، شهدت القائمة عودة يونس عبد الحميد، سليم أملاح وأيوب الكعبي، مقابل تمثيلة أولى لأمين عدلي وغيابات متعددة أبرزها زياش حكيم. وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي دونك عندنا ياسين بونو، منير خجوي، مهدي بن عبيد، يوسف المحتي ديال الوداد. دي ديفونسور عندنا اشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايفه قرد، غنم سيس، جواد الياميك، يونس عبد الحميد، يحيى عطية الله وعبد القادر عبقار. لي ميليو عندنا امير ريتشاردسون، عز الدين ناحي، سفيان امرابط، بلال قنوس، بنجامين بوشواري وسليمة ملاح. ولي زاتاكون عندنا امين حارث، زكريا بوقلال، عبد الصمد زلزولي، اسماعيل السيباري، امين عدلي، وليد شديرة، يوسف الناصري، ايوب القهبي، عبد الرزاق حمد الله وابراهيم الصلاح. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الليبيري يوم 9 شتنبر المقبل بالملعب الكبير بأكادير لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم كوت ديفوار. وفي نفس السياق، سيعرف التوقف الدولي المقبل مواجهة المنتخب المغربي لمنتخب بوركينا فاسو وديا يوم 12 من نفس الشهر بمدينة لانس بفرنسا.